هنا يا جماعة همسح بيه العلبة، تمام، او الوساخة او القذارة. شايفين ده ايه؟ ورق ألمونيوم. انا مسحت، شايفين هنا مسحت ازاي؟ تمام. تعالوا بقى نمسح دي. قلت يا جماعة ان هو بيبقى حد او عامل زي السلكة بالظبط، بتنضفي بيه. ودي يمكن يكون معلومة مفيش كتير بيعرفها. شايفين؟ اظن في فرق. تعالوا كده، ده بورق الفويل سواء التقيل او الرفيع. هنحاولوا بس نسرع الفيديو بس مدة التصوير. اهو اول نوع اللي فوق اللي هو الخفيف. عندنا النوعين يا جماعة، الخفيف او التقيل. ويخوفها عقاب الله وشديد عذابه وعسير حسابه إن هي تأبت ورفضت طاعة الزوج، ويبين لها أن من أسباب دخول الجنة طاعة زوجها. فقد روت كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها يقال لها دخول الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. بصوا يا جماعة، بالنسبة للحتت اللي هي بتبقى فاضلة زي ما قلت من الورق الفويل، سواء الورق التقيل اللي احنا قلنا عليه اهو او الورق الخفيف، تعالوا نشوف هنعمل بيه ايه. بصوا يا جماعة، انا حاولت اسيب الى حد ما الحوض عليه كلور بليمون، قشر الليمون، وقلنا فوائد قشر الليمون وفوائد شايفين قشر البرتقال. دي حاجة. تعالوا بقى نشوفوا استهلاكنا او استعمالنا ليه الايه. طبعا بتسيبي عليه انتي كلور او صابون سايل او مية ليمون. هنشوفوا بقى فوائد الورق الفويل. شوفين هي طبعا مش هتطلع من اول مرة، بس عايزة، شايفين السواد بيطلع ازاي؟ لو مثلا سيبنا عليها قشر الليمون شوية، عايزة اوريكم ان هو، نسيب دي عشان فيها الحتة السمراء، اي حتة تانية اهي. عايزين الحتت اللي هي السودة دي ناخده يبقى ده يا جماعة من السواد ده دوت ان هو بيعين المادة اللي هي الوحشة. لان انا الحوض ده بيدوخني، بيوجع ايدي وانا ايدي وجعاني، فحاولت اشوف ان احنا من هنا ما نرميش قشر الايه، قصدي الورق بتاع شايفين كده يا جماعة تقيل او رفيع. تعالوا بقى هنمسح بحته مليانه كلور. انا بس بسرع الفيديو وانا عايزه بس امسح الحته اللي هي فعلا في نظافه. طبعا مش هيبقى من اول مره، بس انا كنت اول مره اعرف حته ان هو بينظف اهي. شايفين؟ بس هو بقى بينظف مع بيجرح، يعني ناخدوا بالنا. شايفين ان هو بيسيب اثر للتجريح، فهو عايزه بس اعرفكم ان في فرق، بس بيجرح
يعني حد جامد برضه، ناخدوا بالنا من الحته دي. هو اهي، لان دوت مش عارفه ده قديم، مش عارفه ماده ايه، اللي هو الحوض ده، الاحواض القديمه مش ستانلس. قولولي برضك في التعليقات نوعه ايه. اهي ناخده لحد هنلاقي هو نفسه في الستانلس هنا هيبان اكتر. تعالوا مثلا نعمل الحنفيه دي كده، نبعدوا عن السواد ده ونشوفوا هل هي فعلا هينضف الحنفيه ولا لا. هو بينضف والله يا جماعة. انا لسه مستغربه فعلا، يعني درجه الحوض فارقه معايا جامد. بس خدوا بالكم لانه فعلا بيسيب بعض الرواسب. هي حتة التجريح دي عايزة ابين ان هو حد. طيب حاولت اعمل على الرخامة ابين لكم برضك كمية السواد اللي نازلة منها. بصوا يا جماعة، بالنسبة لي عايزة بس اوريكم ان هو مفيد جدا، بس مع الحاجات اللي هي ما مش يعني مش خايفين عليها ان هي تعمل تموجات زي دي، اللي هي مثلا زي رخامة قديمة زي كده. تمام، هينزل من عليها الجلف او السواد ده، واخدين بالكم اهو. حاجات ما نكونش خايفين عليها. نبتدي بقى نمسح مثلا بدي. شايفين دي بقى اللي انا عايزه اوريها لكم، يمكن ما وضحتش قوي اهي. بينزل السواد او بينضف اهو، بس حاجات ما نكونش خايفين ان هي تتجرح، عشان بس اوضح لكم الفكره. شايفين نزلت الوسخه قد ايه اهي، عشان مش هتبان في الحته لان الحته غامقه اهي. ففعلا يا جماعه لو تمسحي بحتة بيضة او مناديل او فوط بيضة. هنا بقى قررت ان انا اجربه التجربة التالتة. بصوا يا جماعه، حته مثلا تكون عايزه تتوسخه من باب قديم، لان الابواب دي قديمه. شوفوا اهو، نبله بس شويه ميه كده اهي. شايفين؟ عايزه بس اوريكم الفرق دوت اهو. دي بقى تراكمات سنين، وده طبعا عايز مجهود. شايفين؟ دي بقى الاوضح كمان، عشان بس اثبت لكم الفكره. شايفين؟ هو حامي، بس طبعا لو عليه كلور، انا عاملاه بسرعه ده، لو اتساب الكلور او ماده التنظيف عليه. شايفين؟ ساعتها تعالوا بقى نمسحه. شايفين؟ عشان بس نمسح بقى بحته. وشايفين هنا في الحته برضو منزل الوساخه بتاعه الحوض، بس مش باينه قوي. نمسح الحته. تخيلوا بقى انتوا عيدوا عليه بقى مره واثنين وثلاثه، هيبقى الوضع عامل ازاي. بس ما يكونش حاجه بتتجرح عشان ما تبص. شايفين؟ ادي الفرق القديم اهو، وده الفرق الجديد. يبقى نلغي بقى او نساعد مع اللي شايفين اللي فوق. هعمله برضو نساعد مع السلك احي. السلك اليومين دول بوظوه بقى يفرول بسرعه، فده بصوا يا جماعة، بيعوز حاجة ما تكونش خايفين عليها ان هي تتجرح، لانه بيسيب تجرح او تموج او خطوط. وحاجة نكونوا مش خايفين عليها عشان هو حد.
فما بينضف بيسيب اثر لخروج كده او خدش او مش عارفه بيسموها ايه. اتمنى بس تكون فكره الباب دي وضحت، لان حاسه ان هي يعني اقرب فكره. كمان حاولت ابين لكم فيها حته الفرق بين قبل ما استعملنا ورقه الفويل وبعد ما استعملناه.